السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الدرس رقم 5 من تطبيقات كورس Secrets of Collage Art. في الدرس ده احنا هنتعلم ازاي نعمل تصميم ليه علاقة بالسياحة. احنا اللي فات كان تاريخي وعملنا حاجات برضو مصرية. ففي الدرس ده هنختلف شوية وهنخش في هنستخدم الكولاج بطريقة مختلفة، وهنستخدم كمان معاها البوهو ستايل، ونخش كده في حاجات ليها علاقه بالتروبيكال والبيتشز والسياحه، عشان برضو لو انت اشتغلت في تصميم ليه علاقه بالسياحه فتقدر تصمم التصميم ده بطريقه مختلفه. وكمان هقول لك ازاي الفكره دي اتعملت عشان لما تيجي تعمل تصميم ما تقلدش وخلاص، بالعكس انت تطلع بفكره اوريجينال، تطلع بفكره من عندك انت. تعالوا بقى اشرح لكم الكيس اللي انا اشتغلت بيها على التصميم ده ونطبق مع بعض. اول حاجه التصميم ده اتعمل للسياحه، وفتحط فيه طبعا البيتش اللي هو الشاطئ العنصر الاساسي عندي، وتروبيكال كمان لان الشاطئ بتاع المكان ده هو تروبيكال. وحطينا الكاركتر اللي هو واقف معاه اللي هو لوح التزلج، وكمان لوح التزلج داخل معانا بطريقه كده جوه الصوره الثانيه، وده برضه هوريكم ازاي بيتعمل. وكمان جبنا بنت كده ستايل بتاعها بوهو شويه علشان يناسب علشان يناسب الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. وفي حد كمان برضو هنا مسترخي على البيتش. وبعد كده جبنا تروبيكال ليفز موجوده ورا، وتروبيكال ليفز كده بالاخضر اتحطت على التصميم، وكتبنا كلمه ديستنيشن اكواهوليك اللي هي وجهتك المائيه او وجهتك السياحيه المظبوطه. فتعالوا نشوف ازاي نقدر نصمم الكلام ده. وطبعا استخدمنا شويه illustration. اولا انت لو فتحت فايل illustrator، اولا لما تيجي تشتغل على فايل illustrator اللي موجود عندك ده هتلاقي شويه الوان كده وشويه حاجات. انا فاهمك الالوان دي اتعملت ازاي. عندك الشيبس دي اتعملت كبروشز، انا مخصوص عملتها عشان خاطر اوصل بيها للشكل اللي انا احط فيه التصميم، ويبقى فيه سكراتشز كده من بره، يبقى من فوق كده متقطع، ما يبقاش شيب ستريت. وكمان عندك المثلثات دي انا رسمتها عشان برضو يبقى فيه اختلاف، فانت تقدر انك كمان ترسمها. والالوان كلها ليها علاقه بالبحر والصيف، اللي هي الوان الصيف نفسها. فدي برضو باليت كويسه قوي هتلاقيها موجوده هنا، فاخدت منها اللي يناسبني انا في التصميم بتاعي. وطبعا اخترت فونت مناسب قوي اكتب بيه كلمه اكواهوليك، وديستنيشن بالفونت يكون سيمبل اللي هو الجوثم. ورسمت برضو شويه حاجات تانية ليها علاقه بالعلامات اللي ليها علاقه برضو بالبيتشز، زي مثلا الامواج دي اللي هي مقلوبه، زي مثلا الحركه بتاعه اللي عارفين الرومان، الحاجات اللي هي الباترن الروماني برضو معايا في التصميم. وكمان في اكواهوليك هنا بدات ان انا اوزع المثلثات بطريقه كده مختلفه وراء التيبوجرافي عشان يبقى شكله عنده مناسب، واخترت الافضل وحطيته في التصميم. طبعا انت هتلاقي الفايل ده عندك كله مجهز علشان تقدر تاخد منه على طول وتصمم، بس انا قلت لك الفكره نفسها عامله ازاي عشان بعد كده لما تيجي تصمم تقدر انك تعمل الشيبس دي وترسمها بنفسك علشان تناسب طبعا التصميم اللي انت بتشتغل عليه. فتعالوا نشوف هننفذ التصميم ده ازاي. اول حاجه نفتح مقاسي كل لاندسكيب 1920 في 1080 2000 في 1100 اللي يناسبك، المهم يكون التصميم عندي لاندسكيب. اول حاجه اعملها ان انا هجهز الباك جراوند بتاعتي. فالباك جراوند بتاعتي انا عندي هنا في فيكتور اللي هو الليفز التروبيكال، فهعمل هنا سوليد كلر، واختار من السوليد كلر يكون واخد اللون اللي هو التيل ده، نخليه غامق شويه. وبعد كده هجيب الصوره اللي عندي دي هحطها جوه التصميم بالشكل ده كده. هكبرها خالص، وممكن اخليها مالتيبلاي او اخليها زي ما هي خالص، بس هاجي هنا من الاوباستي هخليها مثلا على 10، انا مش عايزها تبان قوي، او مثلا على 15، عايزها تبان سنه بسيطه خالص. وكمان لو حسيتها تقيله هشيلها من التصميم بتاعي. بعد كده طبعا نجهز بقى الباك جراوند اللي احنا هنحط عليها الشيبس. تمام، فنفتح الفايل بتاع الاكواهوليك ونبدا نجيب منه الكولرز بتاعتي. فانا مثلا هحط الشيب بتاعي اللي هو قريب شويه اللون الاحمر مع البينك هنا بالطريقه دي كده، مثلا هخليه لتحت شويه. وطبعا هبدا ان انا انوع بقى ارص باقي الشيبس بتاعتي. فاجيب مثلا الشيب اللي هو بالتيل او باللون الازرق اخليه هنا كده. تمام، وهاجي بعد كده برضو هعمل اللي هو باللون الاورنج ده، هسحبه واحطه جوه التصميم، هعمل له ريفلكت وهخليه مثلا هنا، وهخليه باين شويه، ممكن اصغره كده عادي. على فكره الشيب ده بقى حلاوته ان انت تقدر تمط فيه وتعمله براحتك، يعني هيظهر معاك برضو بشكل مناسب قوي ومش هيضايقك. تمام، وممكن بعد كده نجيب اللي هو الاخضر قوي او الاصفر ده نخليه عندي ظاهر بالشكل ده كده، ونديله كده
زي سن عشان يبان معانا بعد كده في التصميم. تمام كده انا جهزت الباك جراوند بتاعتي. تمام، فابدا بقى ممكن كمان ارجع دي لورا سنه عشان تناسب مع دي، او اضم دي لجوه شويه عشان يبقى السبيس الفاضي اللي هنا، الكتله اللي هنا تساوي الكتله اللي موجوده هنا دي. تمام، وطبعا بعد كده هرص بقى الشيبس اللي انا هستخدمها، فممكن اخلي لونها عادي باللون الاسود. تمام، علشان تبقى واضحه عندي وباينه، وهبدا اظبطها. دي اللي هيتحط جواها ايه؟ الصور بتاعتي. تمام، فاخليها موجوده هنا فوق بالشكل ده كده. اخليها مثلا على الشيب، ممكن اكبرها سنه وانزلها لتحت كمان عشان تبقى طويله. وهاخد نفس الشيب ده برضه هصغره شويه بقى، ده يعني مش هخليه كبير، لا هخليه زي اكنه مربع كده، وهخليه موجود برضه عندي هنا، وممكن اخليه فوقيه كمان، فوق الشكل نفسه عشان يديني الشكل المناسب. تعالى بقى نحط الصوره الاولانيه اللي هي بتاعه البنت جوه التصميم، نعمل لها كليمنج ماسك ونخليها ظاهره معايا بالشكل ده. طبعا نشوف بقى ايه، نكبرها نصغرها، ده على حسب انت عايز تعمل ايه. فممكن نخليها ظاهره معايا كده. تمام قوي، شكلها تحفه، الريزولوشن بتاعها خطير جدا. هيبقى معاك كنز ستوكات من الكورس ده، تقدر بعد كده تعمل اللي انت عايزه. بعد كده نشوف الصوره الثانيه بتاعت البنت برضو المسترخيه على البيتش، نحطها هنا كده. طبعا كل حاجه بتيجي سمارت اوبجكت عشان انت بتفتحها على طول جوه الفايل بتاعك. تمام، ممكن نعمل لها ريفلكت عشان تبقى باصه الناحيه دي، فيبقى شكل الصوره الطف بكتير خالص. ونيجي بعد كده نختار صوره تانية، ممكن برضو نبعد دي سنه ما نخليهاش قريبه قوي، ونختار شيب، نجيب برضو الشيب هو نحطه في التصميم ونصغره بقى شويه. ده ممكن ننزله شويه لتحت كده، مفيش اي مشكله. تمام، وممكن انا عندي الشيب ده نفسه ارفعه يبقى فوق الاورنج، يعني ما يبقاش هو لا اللي تحت يبقى فوق. كمان ممكن اكبره، يعني اخليه هو اللي طالع كده ظاهر معايا عشان يبقى ظاهر معايا في التصميم. ممكن نصغره من هنا كده شويه ونختار، يعني بص رصة الصور بقى انت ايه براحتك، المهم ان انت تعمل حاجه يكون شكلها حلو معايا في النهايه، مش عايزين حاجه ايه يكون شكلها مش احسن حاجه. نخليها تحت هنا ونختار صورة اللي هو التروبيكال بيتش، نضيفه في الشيب ونعمل له ريفلكت عشان يبقى شكله لطيف جدا. ممكن ايه نعمل زوم اوت كده، عايزين ننزله تحت شوية مفيش مشكلة، عايزين نصغره اكتر برضو مفيش، عايزين نكبره براحتنا، يعني كل حاجة بتاعتنا احنا. وهنيجي بقى هنا عند الجزء ده، احنا برضو ممكن الجزء بتاع البيتش ده طبعا نصغره هنا شوية كده، مش مشكلة خالص. تمام، والجزء هنا ده ممكن نصغره كده. انا برضو عايز السبيسنج اللي هنا ده، شايفين السبيسنج اللي هنا ده زي السبيسنج اللي هنا كده بتاع الصورة، من الصورة دي للصورة دي، فانا ممكن ارجعه سنة بسيطة خالص بحيث يبقى برضو ايه شبه اللي موجود عندي هنا كده اهو، يبقى قد السبيسنج بتاعي. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هجيب الصورة بقى بتاعت الشخص نفسه اللي هو ماسك البورد ده، ونضيفه جوه الشيب ونكبره اكتر بحيث ان هو طبعا هيبقى واقف عندي وماسك الايه البورد بتاعي، والبورد بتاعي بعد كده هيكون داخل في التصميم، يعني الجزء بقى اللي قدام ده هيكون داخل في التصميم. فنشوف مثلا الى اي درجه ممكن اكبره، ممكن اخليه موجود عندي هنا كده ماشي. وبعد كده شايفين البورد ده بقى نفسه، فهعمل البورد ده ازاي؟ طبعا هقص البورد، فعشان نظبط نقص البورد صح
فانا هجيب البن تول بتاعتي وهمشي على البورد من اول الجزء ده كده، وهبدأ ان انا ارسم حوالينه علشان البورد يجي معايا مظبوط. لان بقى ده الجزء الايه اللي هيطلع، دي الحته التريكي اللي موجوده، ان انا يعني ايه هعمل كده وكده بالشكل ده. طبعا ينفع انك تعمل بالتصميم او بالروح بتاعت الكولاج دي اي حاجة انت عايزها. نعمل ايه بقى؟ اوتو كوبي، نخليه طبعا ايه زي ما اتفقنا، هنخليه سمارت اوبجكت، ناخده جوه التصميم ونظبطه بقى، يعني نشوف هو ايه كان الحجم بتاعه كان فين ونظبطه. تمام. عايزين بقى ايه نظهره ان مفيش مشكلة، عايزين نبدأ نظبط التفاصيل بحيث يبقى ملائم. يعني انا شايف مثلا ان هو هنا ايه النقطة دي هو شبهها كده من هنا، فنبدأ ان احنا نظبط ونصغر لغاية ما ايه ما يظبط معانا. ماشي. ممكن كمان بقى في حاجة هنا نقصها، يعني نخليه سمارت اوبجكت كده، قصدي نديله ماسك، ونيجي هنا نختار الايه الجنرال براش، ونفيدت بقى الاجزاء اللي هي البسيطة دي عشان يبقى ايه المود داخل في بعضه. تمام كده احنا جهزنا ايه البورد ودخلناه جوه ناحيه الميه في الجزء التاني. هنعمل ايه كمان؟ هنبدا بقى نظبط يعني ايه، هنحل التصميم بتاعنا بشويه تفاصيل كده، زي مثلا الجزء اللي هنا ده هعمله ازاي. هنجيب الصوره بتاعتنا، هنجيب قصدي الايه الجزء اللي هو عامل زي الروماني ده، هنختار مثلا حاجه منه واحده او ممكن حاجتين وناخدها معايا جوه التصميم بالشكل ده كده، نصغرها. هنخليها مثلا نازله شويه او نصغر كمان، مفيش اي مشكله خالص براحتنا، المهم نطلع شكل ايه جميل. ونيجي بعد كده نشوف الصوره فين. ادي الصوره اهي، هنعمل لها سمارت اوبجكت، قصدي هنعمل لها ماسك عشان نكون محددين الاول. ونيجي عند الفايل فيكتور اللي جبناه، نجيب ايه كنترول وندوس على الفايل من جواه كده، وبعد كده نخفيه. ونيجي بقى هنا عند الحته السمارت اوبجكت، حته قصدي الحته الماسك اللي عملناها باللون الاسود كده، نعمل ايه الت باك سبيس. تمام، فيعمل ايه يغمق. طب لو دوسنا كنترول باك سبيس، هنيجي هنا هندوس ايه الت باك سبيس. ماشي. طيب هنيجي هنا نعمل ماسك، نلغي الحته دي خالص. ماشي. الشيب بقى الفيكتور اللي احنا عملناه ده هنعمل ايه؟ هنعمل ماسك في الشيب نفسه اللي هو جواه الصوره. تمام. وهنيجي عند اللي هو الشيب اللي احنا جبناه من فايل الستريتور وندوس كنترول عليه كده عشان يعمل سيلكت جواه. ونيجي عند الفايل اللي هو الاوبجكت الاساسي وندوس ايه الت باك سبيس او كنترول. هنعمل الت باك سبيس عشان هو اللون الاسود. ونيجي عند الصوره نفسها برضو نعمل ايه الت باك سبيس. تمام. ونشوف كده احنا ايه قصيناها بالطريقه دي. شايفين بقت عامله ازاي؟ ده اللي انا عايزه في التصميم، اللي هو يبقى شفاف من هنا ومن هنا. هنيجي نكرر نفس الحركه دي على كذا حاجه. هنكررها بقى فين؟ هنكررها مثلا على اللي هو الشخص اللي واقف هنا ده. فطبعا هنعمل له ماسك، وهنعمل للايه للشيب اللي تحت منه ماسك. وهنيجي تاني عند الالستريتور وناخد بقى المثلثات، انا عملته بالمثلثات، فناخد الفايل بتاع المثلثات ده كده ونبدا ان احنا ايه نخليه جوه التصميم. طبعا هنخليه فوقيهم خالص عشان بس الدنيا ما تبص مننا، فلازم تحدد اللاير وانت شغال.
هنختاره بالشكل ده، نعمل له روتيت، ونيجي نشوف بقى ايه القص المناسب لي. انا عايز مثلا اقصه من انهي ناحيه. ماشي. هاجي هنا، طبعا هنا لازم تجهز ايه ماسك برضو، ونيجي بقى ايه ندوس كنترول على الشيب اللي احنا عملناه. عايز تخفيه تخفيه، خلاص انت كده كده عملت سيلكت. وتيجي هنا الت باك سبيس عشان هنا الاسود، لو الاسود تحت بدوس ايه كنترول باك سبيس اهو. خف اول لاير ونيجي تاني نخفي تاني لاير. يبقى احنا كده جهزنا الجزء ايه اللي موجود هنا. هنيجي بعد كده برضو هنضيف جزء ملون على البورت اللي احنا عملناه ده في الجزء ده. فهنعمله ازاي؟ بكل بساطه نشوف اللون احنا عملناه من انهي. هنختار مثلا الجزء الملون ده كده، وهنجيبه هنا فوقيهم خالص. شوف انا عايز اعمله بانهي زاويه. عايز اصغره مفيش اي مشكله، ممكن اصغره براحتي واظبطه كأن ايه البورد مرسوم عليه حاجه، عشان برضو يبقى داخل في السيم، ما يبقاش البورد بس ابيض كده. وبعد كده بعمل له مالتيبلاي. ماشي. وطبعا لو عايز من اللي هي ايه بلندنج اوبشن، تعمل بلند اوبشن، وتيجي هنا من اللاير تسحب شويه من الابيض، بحيث برضو يبان ان هو كان واقف معاه، يعني اكنه مطبوع عليه خلاص مرسوم. مفيش اي مشكله، تقدر تلعب في الاجزاء دي كلها كده، فتطلع معاك الدنيا فيها واقعيه اكتر. طبعا نعمل ايه عشان نظبطه؟ هنعمل ماسك عادي جدا، ونبدا ان احنا نشيل الاجزاء اللي بره دي ببراش كده، ونمسح كل الاجزاء اللي موجوده بره. تمام. خلي الفلو طبعا 100 علشان يسهل معاك الموضوع. تمام. الموضوع اسهل ايه مما يمكن. فكره بس ان انت ما تصعبش الامور على نفسك، هتلاقي الامور ماشيه معاك. طبعا نصغره طول ما انت بقى شغال في الاطراف كده ايه بتصغر برش، علشان الموضوع ما يبانش معاك ان هو فيك. عايز طبعا تلعب بقى لعبه اضاءه، اللي هو ايه تحاول تخفف شويه كده من الاطراف، بحيث ان الطرف ده ده عليه اضاءه، مفيش مشكله. ممكن تخلي الفلو بتاعك قليل، بس ممكن نرجع تاني بالابيض هنا عشان الجزء ده. ممكن تخلي الفلو بتاعك مثلا اقل من كده، وتكبر البرش شويه، وتيجي مثلا من الاطراف كده ايه تخليه على اللون الاسود، وتيجي هنا كده تعمل بالشكل ده، فيبان بقى ايه هنا في لسعه اضاءه في الجزء ده. تمام. احنا كده مثلا عملنا الجزء اللي هنا. نيجي بعد كده نختار الكلمه بتاعتنا اللي عملناها، اللي هي ديستنيشن اكواهوليك. فنجيب مثلا الاكواهوليك بالطريقه دي، نحطها جوه التصميم بالشكل ده كده. شوف بقى مكان ليها مناسب مثلا، يعني اعتقد ان المكان ده كويس، بس محتاج ان احنا نصغرها شويه. ونعمل سيلكت اول، ونيجي هنا نعمل الاين عشان تبقى الاينمنت، ونجيب برضو كلمه ايه ديستنيشن، بس هنخليها بالابيض عشان تبقى باينه معايا، واخليها جوه التصميم بالشكل ده. تمام. ونيجي بعد كده بقى ايه نعمل اكواهوليك اللي هنا. بس طبعا قبل ما اعمل كده في عندي استوكايه مهمه قوي، اللي هي بتاعت التروبيكال ليفز. فدي هختارها ازاي؟ دي طبعا انا هستخدم كذا واحده منهم، هستخدم دي وهستخدم اللي هي الجزء ده. فهعمل برضو ايه سيلكشن، فهحاول ان انا هدوس عليها كليك كده عشان يقص لي الجزء ده، بس انا اللي عايزه، مش عايز الجزء اللي حواليه. فالتصميمات دي قوي ممتعه قوي يا جماعه قوي، اللي هي بتاعت السياحه او حتى السمر بتاعت الصيف، بتاعت الحاجات دي جميله قوي، بحب اشتغل فيها جدا. هتحسوها ممتعه وانتوا شغالين كده، مش تحسوا بزهق. ما فيهاش بقى الفوتو مانيبيوليشن اللي هو الاوفر، لا هو انت الكولاج عامه ممتع، ان هو مش لازم الواحد يبقى ارتست قوي، لا يعني انت ايه تشتغل فيه. هو طبعا هو الكولاج فن تمام، بس ايه مش عايزك تبقى راجل نحات شاطر قوي او رسام شاطر قوي او حتى فوتو مانيبيوليتور شاطر عشان تعرف تعمله، لا هيحتاجك بس ان انت عندك ذوق عالي قوي. تمام. وانت بتختار الستوك بتاعك، ويحتاج ان انت بتبقى فاهم اساسيات زي الدرس اللي هو التاني اللي احنا شرحنا فيه ازاي بعمل تصميم ناجح. الستبس دي لو بتمشي وراها يعني مش هتطلع تصميم وحش ابدا ابدا. هي دي الستبس، ده الملخص، انا بدي لك من خبرتي الملخص.
نيجي بعد كده نعمل الجزء ده هنا مثلا، نخليه طالع من الجنب كده، ممكن نصغره شويه مفيش اي مشكله براحتنا يعني. التصميم يعني براحتي، انا بلعب فيه زي ما انا عايز. ممكن كمان ازود حته كده من عندي اللي هي الطايره دي، ممكن نختار مثلا لطيفه جدا دي مثلا اهي، او خلينا في دي مفيش مشكله. مجرد ما بدوس عليها بالاوبجكت نشوف بس ايه الاوبجكت هنا هيبقى ذكي ولا لا، وهيجيبها بطريقه كويسه ولا لا. عشان برضو هنا ايه في مقطع دي مرسومه عامه ووتر كولر بالوان ميه. لا جميل قوي يا جماعه، الاي اي برضو جايب حاجات جامده جدا. هو بس ايه جاب لي حاجه من بره تقريبا، جاب لي دي عادي خالص، بسلكت كده وبالت بيشيلها لي مش عايزها، او اهو بالت. يلا يا سيدي ادي كوبي وادي سمارت اوبجكت. يلا بينا نظبطها في التصميم. خليها وراكي. ونجيب بعد كده الايه ديستنيشن اكواهوليك اللي معموله راوندد دي. طبعا معموله راوندد ازاي؟ من اليبس عادي خالص، مجرد بتكتب الكلمه اللي انت عايزها زي مثلا ادي ديستنيشن اكواهوليك، ونيجي نقف هنا على اللبس. مجرد ما بنقف على اللاين من بره فهو ايه بيظهر لي كده، شايفين في دايره كده بتظهر، فهو كده بيكتب. لا هنا بيكتب جواها. عشان نكتب في حاجه اسمها ايه تايب اون باث تول. تايب اون باث تول بنيجي نعمل كده وبنيجي ايه ندوس كنترول في. طبعا انا هنا كتبت في فونت وهنا كتبت في فونت، وبعد كده عملت له راوندد. وطبعا لو صغرت كل ما تصغر بقى السيركل، او حتى تصغر تكبر قصدي الفونت نفسه. يعني لو جينا هنا عند السايز بتاع الفونت وجينا كبرنا الفونت بيبدا ان هو ايه ياخد شكل تاني خالص. تمام. طبعا انا ما كنتش عايز اكبر ديستنيشن، كان عايز اكبر اكواهوليك، فاجي عند اكواهوليك هنا هختارها وايه واكبر المساحه اللي انا عايزها اهو بالشكل ده. فانا عملت الجمله برضو ايه دي بالظبط، وباخدها كده جوه التصميم. طبعا بتدي شكل حلو جدا في التصميم عندي. من جماليات برضو ايه التصميمات اللي هي بتاعه الكولاج الخاصه ايه بالسياحه. او كمان ممكن تستخدم الحركه دي في تصميمات الكوره واي تصميم. ممكن كمان نطلعها كده، مش لازم تبقى على الليفز كلها، ممكن نطلعها بسنه لبره كده مفيش مشكله خالص. بس وبكده نكون خلصنا الدرس رقم 5. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. كان معاكم محمد فرج، ارت دايركتور، خبره اكتر من 12 سنه في مجال تصميم الجرافيك، واشوفكم فيديو جديد على خير. سلام.